خلصنا الطبق الشاهي التحفة الكشري المصري. اتحداكوا اي حد يشوف الطبق ده وما يضعفش قدامه. عاملينه بنظافة وعاملينه احنا عارفين عاملينه ازاي يا جماعة، مع الحمص مع المكرونة مع الرز مع العدس، في منتهى الجمال. ريحته بقى عايزة اقول لكم التقلية منتهى الجمال. ومعايا الطماطم هي الصلصة بتاعتي، والبصل بقى اللي بيحب اللي بيقولوا كمالة ودي الدقة اللي هي بالثوم بالخل بالليمون بالكمون بالفلفل. وده طبعا الحمص احنا عارفينه، نحب يزود بقى. ووجبة جميلة جدا يا جماعة، والله احنا يعني الحاجة دي مغذية جدا وتجديد بقى، وطبق شهي 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 وشكله تحفة 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 ونغير للجسم. وقد ايه بيقولك العدس اللي هو البني، العدس البوجيبه ده يا جماعه بيدي سعاده. قد ايه هو مليان بالبروتين، قد ايه هو الطبق ده يعني مغذي جدا. فبصراحه احنا ننوع لاولادنا كل حاجه نعملها في البيت زي ما عودتوكوا حبايبي. كل حاجه صحيه وكل حاجه فريش وكل حاجه طبيعيه، ما فيهاش مواد حافظه ولا اي حاجه. يعني الصلصه دي انا عاملاها في البيت، البصل محمراه دوت احنا لسه سالقينه، مش جايباه جاهز طبعا. كل ده عمايل بيتي، اكل بيتي، وهو ده اللي الواحد بيتميز بيه، ان الطعم بيختلف كتير جدا واحلى واحلى من اي محل. اتحداكم اتفضلوا معايا بقى، ولايك وشير، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله يا حبايبي. اشوفكم دايما على خير. اتفضلوا معايا، يلا باي. اهلا وسهلا على احلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل كشري مصري. وجبه جميله ووجبه كويسه جدا، واحنا زهقنا بقى من البروتينات وزهقنا من كل حاجه. فان شاء الله النهارده قلت اعمل لكم كشري مصري بتاع مصري، يعني اللي هو الكشري اللي هو انا دلوقتي يا جماعه معايا نص كيلو عدس. نخش على المقادير بقى على طول عشان ما اطولش عليكم. انا النهارده ان شاء الله هعمل نص كيلو عدس نقعته 3-4 ساعات، 4 ساعات بالظبط نقعاه. ونص كيلو رز يا جماعه، ده بحب النص ده على النص ده. وغسلتهم وصفيتهم وسايباهم ايه بعد ما يصفوا كده. هوريكم انا عامله ايه. وهنا عندي المكرونه انا برضو سلقتها بحيث ان انا مطولش عليكم الفيديو يا حبايبي. انا حاطه المكرونه الصغيره ومكرونه شويه مكرونه سباكيتي ومكرونه اقلام. دي عمليه يعني كل واحد يحب المكرونه اللي بيحبها يحطها بطريقته، ما فيش مشكله. وعندي صلصتي طبعا اللي انا دايما قلت لكم اللي انا دايما بعملها ومجهزاها في البيت، بس انا بوريكم المكونات ان هي في طماطم انا هضربها، بس اللي انا بوريها لكم انا مش هضربها لاني عندي كميه صلصه كويسه يعني هتقضيني للكشري ان شاء الله. وعندي طبعا دوت انا كنت بنقعه برده. لازم نجيب الحمص يا جماعه ننقعه 4 ساعات او 5 ونبدا نسلقه. انا برده سلقاه وبشيله جاهز في الفريزر عشان حاجات كتيره يعني بتخليكم تنجزوا في الوقت وتبقى حاجه مجهزه عندكم، يبقى حاجه كويسه. ودول شويه شعريه بصراحه كنت محمراهم برده من ايام رمضان ما عنديش شعريه تانية غير هم دول، فقلت برده احطهم مع الرز بيدوا برده تيست عالي جدا في طعم الرز وكده. وادي البصل بقى، كل واحد يا جماعه يقطع البصل زي ما هو حابب، وهنقطعه ونحمره وهوريكم احلى كشري، احلى كشري مصري مع دقه الثوم ومع البهارات بتاعتي السبايسي. طبعا انتوا عارفينها، الكشري بيحب الثوم، بيحب الفلفل، بيحب الشطه، بيحب الكزبره، كمون، ملح، فلفل اسود. كل دي توابل يا حبايبي اللي هي مكونات الكشري النهارده اللذيذ الجميل اللي هنعمله. فاصل وهواصل هوريكم هعمل ايه في ثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، ازحت الزيت انا وهنزل بقى بالبصل كده، وبسم الله الرحمن الرحيم، على احلى كشري مصري بيتعمل في البيت. زي ما احنا عارفين برضو كل الشباب برضو بيحبوا ياكلوه يا جماعه من بره، وكل ولادنا بيحبوا ياكلوه. فاحنا اتعودنا بقى كل حاجه ان شاء الله هنعملها مع بعضينا في البيت. وهنحمر البصله بقى وهتبقى احلى بصله. انا دايما بدعك البصله دي يا جماعه بشويه فلفل اسود وشويه ملح، اوكي، علشان برضو لما انا بقطع البصله بقى لما بحضر ده وبحضر ده. البصله لازم انتوا عارفين ان لما تتساب ريحتها بتبقى وحشه، فلازم نحط لها
شويه الملح وشويه الحاجات دي يا جماعه على البصل، الملح والفلفل. ماشي يا حبايبي. وهحمر البصل برده، مش هطول عليكم، وهوريكم انا هعمل ايه لحد ما يحمر. وهاخد الزيت ده بقى، هو ده سر الكشري التحفه، اللي كل الزيت انا مكتراه شويه عشان نحمر فيه البصل، وهو ده اللي هنعمل سر الكشري بتاع المحلات التحفه الجميل. هو سر الزيت ده يا جماعه، احنا بنحمر البصل فيه وبناخد جزء منه بنفلفل بيه المكرونه وبنحطه في الزيت. ناخد شويه برده للرز وللعدس وشويه الشعريه الصغيرين دول. هو على فكره الشعريه بتدي تيست حلو قوي برده للكشري، بس انا فعلا ما عنديش، فقلت مش مشكله احط الحبه اللي عندي دول ومش هاذل نفسي يعني. ماشي يا حبايبي. وفاصل وهواصل وهوريكم بعد ما البصل إيه عشان ما اطولش عليكم. ثانيه واحده. بصوا بقى يا حبايبي المكرونه، بصوا عملتها وفلفلتها برضو بشويه الزيت اللي بتوع البصل بالتحمير البصل، حطيتها على النار علشان بص هو ده السر بقى الجميل اللي بيدينا المكرونه مفلفله مش ملتوته مع الصوص بتاع البصل، تحمير البصل الزيت بتاعها قد ايه هي بتبقى ريحتها جميله، وشويه فلفل كده اسمر وشويه ملح، بتبقى تحفه تحفه تحفه. وادي البصل وجماله اهو انا حمرته. وادي بصوا اهم حاجه بقى حبايبي الدقه اللي احنا هنعملها اللي هي التوم على الني. انا فشرت توم على الني، عملت اللي هي الدقه اللي هي بالكمون والتوم، كام فص توم كده، ودول الثلاث ليمونات عصرتهم، وهحط شويه خل وهنحط شويه ميه، ودوت بقى الصوص اللي هو الدقه بتاعت الكشري الجميل الحلو قوي اللي هنزودها شويه ميه بقى معانا، وهتبقى احلى دقه. وهتشوفوا بقى هي ده السر بقى اللي هم بيعملوه، الثوم مع الكزبره مع الخل مع الشطه، حط شويه شطه كمان، والصلصه هي كمان اتعملت منتهى الجمال وتقيله وحلوه برده. حطيت لها فصين ثوم وبرده مع شويه زيت بتوع البصل، وحطيت كل ده على بعضه يا حبايبي. اوكي. وفاصل وهواصل بقى وهغرف لكم احلى طبق كشري ما شفتوش قبل كده. فاصل وهواصل ثانيه واحده.